السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من حكاوي من أمريكا، والنهاردة عندنا حلقة متميزة جدا من سلسلة دايما بشوفها وأنا ماشي على الطريق ومش عارف دي إيه. يعني ولا عارف أنطق اسمها ولا عارف دي بتاعت إيه. اتضح إن هي سلسلة ألمانية قوية جدا اسمها ليدل، وديت بتنافس ألدي. ودخلت ذهلت من اللي أنا لقيته جوه يا جماعة. حلقة هتعجبكم جدا على ضمانتي. يلا بينا نتوكل وندخل نتفرج عليه. خلينا نبتدي بذكر الله والصلاة على رسول الله، وكل من ليه نبي يصلي عليه. ويلا بينا ندخل نتفرج على ليدل. طيب دخلنا يا جماعة ليدل. طبعا هو بيتنطق ليدل. انا اول مرة ادخل المكان دوت خلاص. وبعدين جيت لسه هصور. السكيورتي وقفني، قال لي لا ممنوع، ونادالي المدير قال لي مفيش تصوير. قلت له خلاص مفيش مشكلة. بعدين لفيت لفة كده جوه المكان. لقيته جامد جدا. يعني انتوا يا جماعة هتشوفوا معايا الموضوع مختلف تماما. وحاجة يعني غير خلاص. فبعدين رحت للمدير تاني قلت له لا انا عايز اصور الحقيقة، يعني يا ريت لو تديني اكسبشن. فضلت اوح معاه بقى بالطريقة المصرية لغاية لما قال لي طب ما تصورش اي حد لان الناس بتتضايق وبتشتكي والقصة ديت يعني. فخليني ابتدي يا جماعة كده تتفرجوا على الحاجة. المخبوزات مثلا بصوا كلها فريش، طبعا هم اللي عاملينها. كرواسون ب 49 سنت. مفيش 49 سنت دي ما تسمعهاش في امريكا يعني. مافينز. كاب كيكس. دولار ونص 59 سنتس يعني خلاص. ولسه بقى لما تخشوا تشوفوا الحاجات اللي جوه انا مستغرب. انا اول مره الحقيقه اجي المكان دوت، بس ده جامد الحقيقه يعني. بصوا يا جماعه، بيتزا صغيره $2. لا حاجات جامده الحقيقه. اسعاره كويسه جدا، وعنده حاجات متميزه وغريبه. يعني نشوف الافوكادو ده. الافوكادو 6 كاونت ب 22 $2.20. تخيلوا يونت بير بيس 36 سنت. احنا ما شفناهاش يا جماعه. احنا رحنا وولمارت وكروجر ويعني ما خليناش حاجه، ما لقيناش الاسعار دي. يعني احنا ما لقيناش الاسعار دي الحقيقه. وبعدين بقى كويس وحلو وكده يعني. It's not bad at all يعني. بصوا لا جامد. لا ولسه يعني الحقيقه ليدل دوت هياخد مننا شويه وقت. يعني طبعا مش هنعدي عليه كله، مش هنقدر نشوف الاسعار بتاع كل حاجه، ولكني بقى خليكم احكي لكم القصه بتاعته، ونعمل يعني كذا حلقه للاسعار يعني، لان ده جامد الحقيقه. طيب خلينا نرجع. هو ابتدى سنه 1930. الصرح اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه، ومش هقول لكم على المبيعات دلوقتي، خلينا نتكلم سنه سنه. 1930 ابتدى. جه راجل اسمه شوارز، الماني يعني، هو طبعا ابتدى في المانيا وباين من اسمه ليدل. وجه عم شوارز في المانيا دوت. كان معاه حد يعني شريكه، وشريكه دوت الظاهر تاجر في الفاكهه الاستوائيه. قال له ايه رايك نفتح محل؟ قال له يلا بينا نعمل شركه. راحوا عملوا شركه سنه 1930 وفتحوا محل فواكه استوائيه. تمام. فضل الموضوع كده ماشي على الخفيف لغايه سنه 1973. اعتقد بقى ان 1973 ده الجنريشن الجديد اللي هو ممكن يكونوا ولاد شوارز دوت وولاد الراجل التاني اللي هو ليدل دوت. المهم يعني هو ليدل ده جه من اسم الراجل التاني شريكه يعني. سنة 1973 راحوا بقى مدينة جديدة كده وفتحوا فيها محل محترم في بتاع الفواكه الاستوائية والقصص ديت، وتوسعوا. ويعني زي ما تقولوا كده راحوا القاهرة الجديدة، راحوا التجمع، وفتحوا لهم محل على مستوى. ولكن الموظفين اللي فيه 3 موظفين، وكل اللي بيبيعهم 500 منتج. لكن الكونسبت والفكرة مختلفة وجديدة، فمشيت جامد جدا. سنة 1980 ابتدى ينتشر فين؟ ابتدى ينتشر في ألمانيا كلها. خلاص. سنة 1990 طلع من ألمانيا طلع من ألمانيا لأوروبا، بقى ينتشر في أوروبا كلها. بصوا يا جماعة احنا بنشوف ايه اللي هي الحاجات
اللي زي في الامازون والحاجات اللي زي كده اللي ما بتتباعش في سوبر ماركتات يعني. ديت دفايه، زي مخده دفايه بتدفي الوسط اهيت للي ظهره بيوجعه. وديت الرقبه والوسط ب 24 دولار. وديت للرجلين. وديت تقريبا فرشه للبوتاجازات والحاجات اللي زي كده. عندهم حاجات جامده جدا يعني، مستغربها جدا الحقيقه يعني. المهم سنة 1990 ابتدى ينتشر المحل في أوروبا كلها وعامل شغل عالي، ولغاية 2017 اختتموا بأمريكا ودخلوا أمريكا سنة 2017. خلاص. طب النهاردة بقى ليدل دوت عنده كام فرع؟ ليدل عنده 12800 ل 13000 فرع في 30 دولة. خلاص. المبيعات بتاعته هقولها لكم في الاخر يعني دي هتخليها في الاخر كالعاده بالمليارات يعني انا ما اعرفش الحقيقه، خيبه الناس السبت والحد وخيبتنا العرب كلهم ما وردت على حد. يعني انتوا سوبر ماركت الماني جاي بيغزو اوروبا وامريكا ليه؟ يعني ده سوبر ماركت في البدايه وفي النهايه، يعني هو بيجيب منتجات من شركات مختلفه، يعني ولا هو اللي بيخترعها ولا هو اللي بيصممها ولا هو ولا عنده مصانع ولا اي حاجه خالص، مجرد مكان عاملين فيه الديزاين اللي انتوا شايفينه ده اهو، حته هانجر دهنينه ابيض وحاطين الايلز الممرات والالوان والبتاع، وبيختاروا اسعار وبيختاروا منتجات نظيفه، وخلصنا على كده. يطلع ل 30 دوله ويعمل ارباح بالمليارات اليورو. طب يعني واحنا بقالنا مئات السنين مش عارفين نعمل ابره نهايته. دخل امريكا سنه 2017. ابتدى في فيرجينيا ونورث كارولاينا وواشنطن طبعا العاصمه. خلاص. ودلوقتي يعني انتوا هتجيت شاكد يعني ان هو عدد الفروع بتاعته في امريكا مش كتيره الحقيقه. كام بقى؟ 180 فرع. يعني امريكا فيها 180 فرع بس بعدد موظفين 5000 موظف. بصوا البتاع بتاع الانكل دوت 7 دولار اهو، زيه زي التيمو والحاجات اللي بيبيع الحاجات الصيني الرخيصه. فلا جامد يعني. سكول بلو هتلاقوا كل حاجه. عدد الموظفين 5000. طبعا برافو عليكم انتوا قلتوا اللي هو بينافس ألدي. خلاص. ألدي يا جماعه برضو الالماني واللي هنا داخل امريكا، بس ألدي عنده 2000 فرع. ألدي العباءه الماليه بتاعته جامده وداخل بقوه. خلاص. لكن انا شايفه ان هو متميز جدا عنه الحقيقه. المنتجات يعني بصوا الرفوف، شكل الديزاين بتاع الحاجه، ترتيبها، الاسعار، المنتجات نفسها مختلفه، وبيعتمد على حاجات كلها. بصوا يا جماعه بيعتمد على حاجات كلها الليبلنج بتاعه ليدل. فيروح لشركات يقولوا لهم اعملوا لي لوز، اعملوا لي فستق، مخللات، كلها معظمها بيسميها باسمه علشان تبقى بسعر رخيص. وهو ما بيدورش على مش مهم بالنسبه له ان هو يحط براند اغذيه يعني، هو المهم يقدم كواليتي برودكت بسعر كويس وخلاص. لكن حته ذكيه جدا يعني، حته ان هو الولاء للبراند مش لازم. مع ذلك حاطين دانكن اهو، في دانكن شوكليت دي انا ما شفتهاش في اي حته تاني. 4 دولار ونص. جوديفا ب 10 دولار. وفي كادبري برضو اهوت، يعني حاطط كادبري الراجل، مش حارم الناس من حاجة يعني. لكن في حاجات كتير جدا بالاسم بتاعه علشان يقدر ينافس كويس. المبيعات بتاعته كام؟ المبيعات بتاعته 132 مليار يورو. 132 مليار يورو، يعني معرفش يمكن حوالي 160 مليار دولار، يعني تقريبا في الحدود ديت يعني طبعا فيش غير وولمارت هو اللي 600 مليار وشوية. يعني وولمارت ده خليه في حتة تانية. ما هي أمريكا برضو مش هتسكت وهتدخل بالكونسبت بتاعها اللي يفشفش الدنيا. إذا كانوا دول غزو الأسواق، لكن طبعا أمريكا ما حدش هيعرف يتكلم معاها يعني. بصوا يا جماعة الحاجات الرياضية دي اهي، بنطلونات وحاجات وشوزات لا حاجات جامدة جدا الحقيقة يعني.
حاجات جامده جدا. بصوا الشوز دي ولا براند ولا حاجه، لكن ايه، اتفرج على الفينش. بص ايه، 13 دولار. انا ما شفتش الاسعار دي في امريكا، انا ما دخلتش محل في امريكا وشفت 13 دولار والاسعار ديت. يعني البنطلونات ديت ب 9 دولار. في شوز تانية خليني اوريها لكم، كانت هنا اهي، ثواني. بصوا اهي، بصوا الشوز دي حريم شاموا، بصوا عامله ازاي، ب 8 9 دولار. اتفرج، مش براند طبعا، ولكن يعني جامده جدا يعني. نحطها برضو مكانها. ف لا جامد، ليرل جامد. انا اساسا كنت بشوفه وما بفهمهوش، وما كنتش بعرف انطق اسمه ايه ليدل دوت يعني كنت ما بيعجبنيش يعني. المهم فدخلت علشانكم، قلنا نعمل حلقة منه. فوجئت بعم ليرل والقوة بتاعته ديت. لو لسه مكملين معانا ما تنسوش تصلوا على رسول الله يا جماعة، ودايما تملوا وقتكم بالتسبيح. المفروض كنت انبه على كده في اول الحلقة، معلش المرة الجاية، بس انتوا شاطرين واكيد يعني كنتوا بتعملوا كده. طيب ده لازم له حلقات تانية نشوف الاسعار بتاعته. يعني هو ديفنتلي يعني الاسعار بتاعته متميزة، يعني في دولار ودولار ونص وحاجات بقى كواليتي، حاجات نظيفة، مش الوان دولار ستور اللي بيقدم لك تراش الحقيقة. يعني كواليتي زي القطران واسعار قليلة برضو معقولة يعني، لكن ده على الاقل كواليتي نظيفة وسعر معقول جدا، يعني 299. حاجات معقولة جدا الحقيقة يعني، وبعدين حاجات مختلفة. لا 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 جميل، والاكسبيرينس بتاعت الشوبينج فيه حلوة. تعالوا بصوا الكيت كات دي محترمة، الكيت كات دي يعني حجمها كويس. شوف وزنها قد ايه ديت، ب4 دولار، 5 دولار. وبيج ليتل ديل ب3.5. معرفش انا لسه مش واخد على بتاعتهم ديت، هنبقى نشوف قصدهم ايه بيها. الوزن 305 جرام، تلت كيلو يعني ب5 دولار. الشوكولاتات لازم نيجي نقعد نصور مرة. $1.50. انتوا شفتوا يا جماعة $1.50 ديت كان في ألدي ب$1.50، وبعدين كلهم باي ليرل اهو، باي ليرل. هو بقى الراجل في ألمانيا وفي أوروبا بيقع له على مصانع نظيفة بتعمل شوكولاتات، يروح لهم يقول لهم اعملوا لي باسمي. مصنع بيعمل ألبان اعملوا لي باسمي، مصنع بيعمل شيبسي اعملوا لي باسمي. اهو ده ليرل برضو، يعني الصوص دي اهي، خلينا نشوف ليرل اهي. شايفين البراند اهو، ليرل اهي، كله ليرل. علشان ايه؟ يرخص في السعر. فطبعا من مصلحة التانيين ان هم يشتغلوا ويعملوا له لاين، مفيش مشكلة، ويبيعوا له، وهو ياخد بقى فاتح محلات ويعرض في المحلات، وعامل الكونسبت الرائع دوت بالشكل الجميل ده. وهادي المحل ونضيف جدا، نفس الكونسبت بتاع ألدي، 2 3 بس اللي شغالين، يعني ليه زي عندنا كازيون في مصر والقصة ديت. ما هو برضه تركيا منفتحة على أوروبا بنفس القصة ديت، وعاملين شغل. المدير هناك اهوت، الراجل دوت سمح لنا ان احنا نصور، مع ان ممنوع التصوير. قال لي البوليسي بتاعتنا ما بنصورش، ويمكن فعلا لان هم عندهم منتجات كتير متميزه ومش عايزين يتحرقوا. قال لي بس اوكي هدي لك اكسبشن، وبلغ السكيورتي كلهم في الووكي توكي اللي بيمسكوه، وعلشان ما يتعرضوش ليا يعني. وقال لي بس ما تصورش حد من الناس. طيب يا جماعه، كان معاكم محمد من حكاوي من امريكا وليدل، حلقه متميزه جدا. ان شاء الله تعجبكم، ونعمل حلقات تانية للاسعار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.